ازيكم عاملين ايه؟ اكيد طبعا واخدين بالكم من الاستوديو الجديد لو انتم متابعين فيديوهات القديمه، وقولوا لي رايكم هل ده احسن ولا الاولاني كان احسن. وبمناسبه الاستوديو الجديد قررت ان انا اعمل فيديو جامد جدا، وما لقيتش احسن من فيديو نعرف فيه هل الناس الناجحه دول بيفكروا زينا فعلا ولا لا. النهارده هنتكلم عن عادات عقليه المليونير، الناس اللي مش بس عندهم فلوس، عندهم طريقة تفكير مختلفة. فهل هتقدر انك تفكر زيهم؟ لو قررت تبدأ دلوقتي فانت ممكن تغير حياتك من النهاردة. انا البوصلة وجاي اوجهك في طريقك، يلا نبدأ الفيديو. وقبل ما نغوص في الموضوع، لو كنت بتدور على طريقة ترفع بيها من مستوى تسويقك على السوشيال ميديا سواء لمنتجك او خدمتك او حتى شركتك، فشركة EB هنا هي الحل، لاننا عندنا مختصين في مجالات زي الجرافيك واداره الحسابات واداره الحملات الاعلانيه على السوشيال ميديا. هسيب لك طرق التواصل معانا في وصف الفيديو. اول حاجه عقليه النمو والتعلم المستمر. المليونير دايما بيشوف نفسه في مرحله تعلم، فكره ان النجاح بيجي من الشهاده او الحظ مش في قاموسهم. كل يوم بالنسبه لهم هو فرصه زياده عشان يتعلموا حاجه جديده، دايما مش راضيين بمستواهم الحالي ودايما بيجروا ورا التعلم. زي ما قال وارن بافيت، الاستثمار في نفسك هو الاستثمار الافضل. دايما عندهم اصرار ان هم يطوروا مهارات جديده او حتى ان هم يتعلموا مجالات جديده. تاني حاجه اداره الوقت هي اهم اسرار النجاح. الوقت بالنسبه لهم هو اغلى من الفلوس، الوقت هو الملك. زي ما بيقولوا كل دقيقه بيفكروا فيها هي فرصه ان هم يغيروا من نفسهم. بيخططوا ليومهم بدقه، يعني كل لحظه عندهم مستغله عشان يزودوا انتاجيتهم. زي ما قال ستيف جوبز، التركيز هو سر البساطة اللي بيجيب النجاح. لكن التركيز عندهم مش بس على الشغل، وكمان على الحياة الاجتماعية، الموازنة بين حياتك المهنية وحياتك الشخصية. التوازن دوت هو جزء أساسي من النجاح عندهم. تالت حاجة الشجاعة في اتخاذ القرارات. المليونير مش بيعيش حياته في خوف. الشجاعة مش انك تبقى من غير خوف، الشجاعة هو انك تاخد الخطوة رغم وجود الخوف. لما بتواجههم مخاطرة بيقرروا يتحركوا. وزي ما قال جيف بيزوس، كل مغامرة فيها مخاطرة، لكن المغامرة الحقيقية هو انك ما تتحركش. والقرار الصح في الوقت الصح بيعمل فرق كبير. هما بيحاولوا وما بيخافوش من الفشل، ولو فشلوا في حاجه بيعتبروا ان الفشل ده فرصه ان هم يتعلموا حاجه جديده. رابع حاجه التفكير الاستثماري. المليونير عنده نظره مختلفه للفلوس. الفلوس بالنسبه لهم مش هدف، هي اداه عشان يخلقوا بيها الفرص. المال بيشتغل عندك مش العكس. زي ما قال روبرت كيوساكي، في الوقت اللي الناس بتحوش فلوسها هم بيخلوها تشتغل عندهم. الاغنياء مش بيحطوا فلوسهم في البنك وبس، بيستثمروها لإلا في مشاريع، لإلا بيستثمروها في نفسهم ان هم يتعلموا حاجه جديده. الفلوس لو ما اتعملتش بيها حاجه هتضيع قيمتها مع الوقت. على طول بيفكروا في الاستثمار سواء في العقارات او في الاسهم. رقم 5 الروتين اليومي. كل مليونير عنده روتين ثابت كل يوم، لكن انا ما بفضلش ان انت يكون عندك روتين كل يوم تعمله، لان الايام بتتغير وكل يوم بيبقى عندك ظروف. لو حياتك مستقره وثابته يبقى الروتين بالنسبه لك هيبقى شيء حلو، لكن لو حياتك لسه مش مستقره، لو لسه بتدرس مثلا، فبلاش ان انت تعمل روتين من دلوقتي. لكن بالنسبه للاغنياء هم بيصحوا بدري، يلعبوا رياضه ويقراوا، وبعد كده يخططوا ليومهم بالتفصيل، لان زي ما قلنا الوقت عند الاغنياء مهم جدا. الروتين دوت مش بس بيحافظ على صحتهم، لكنه بيزيد تركيزهم بشكل كبير. زي ما قالوا وانا ما بتفقش معاهم في الحته ديت، ان الروتين هو اللي بيحدد مستقبلك. الجمله ديت صح وغلط. صح ان فعلا لازم يكون عندك روتين ثابت لحياتك، وغلط ان الروتين مش بيحدد مستقبلك. المليونير مش بيعيش في فوضى، يعني حياته دايما منظمه، ودايما بيخلي تركيزه في الحاجات اللي هتساعده انه يحقق اهدافه. يعني ما بيضيعش وقته في حاجات ملهاش لازمه او مش هتساعده في تحقيق اهدافه. النهارده عرفنا ان عقليه المليونير مبنيه على الالتزام بشويه عادات وتفكيره في النجاح دايما. غير عادات يومك وركز انك تدير وقتك بشكل افضل، وخليك جزء من 10% من الناجحين في العالم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تشاركه مع اي حد عايز تغير حياته، وابدا من النهارده الطريق لعقليه المليونير.